قبل ما نبدأ حكايتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة دي بقلم الكاتبة المبدعة شهد حواس. كانوا 3 بنات قاعدين مع بعض في أوضة صغيرة، قاعدين على السرير وبينهم كيس لب كبير وكيس تاني مليان مكسرات. البنت الأولى واللي كان اسمها ريم: بصوا بقى، أنا جهزت حاجة حلوة كتير قوي عشان ناخدها معانا واحنا رايحين بكرة للجيش. والله أنا ما عارفة لازمتها ايه البهدلة دي، بس أحلى حاجة بجد ان جيراننا الموزز هيكونوا هناك كده. كل بنت هتقدر تشوف حبيب طفولتها كل يوم. التانية واللي اسمها لينا: هتفضلي كسولة كده يا بت لحد امتى؟ على فكرة بقى، هو في احلى من الجيش وحلاوة الجيش بدل قاعدة في البيت المملة قوي دي؟ وبعدين اديك قلتي الموزز هيكونوا هناك. التالتة واللي اسمها شهد: اسكتي يا ريت ما تتجادليش معاها، ما انت عارفة ان هي بتحب كل حاجة الولاد بتعملها، لو عايزة تبقى زي الاولاد بالظبط. وطبعا بما اننا اصحاب ما نقدرش نسيب صاحبتنا في حاجة زي دي، الناس تقول علينا ايه؟ بجد يا بنات انا مش عارفه انام من كتر التفكير. بكره اروح الجيش ونشوف الشباب في العرض ده. تخيلوا هما لابسين الكاكي واقفين زي التماثيل والشمس طالعه عليهم، ياه قلبي مش هيستحمل. يا بنتي انت شايفه نفسك في فيلم الجيش والحب ولا ايه بالظبط؟ بس بجد انا نفسي اشوف ادهم وهو بيجري وهو بيغني النشيد بصوته العالي ده في السناب، بيبعت فيديوهات قصيره بس مش زي ما اشوفها بعيني، هيبقى شكله جامد قوي. ادريان بعت لي الصبح صوره وهو لابس الجزمه العسكريه الجديده وقال لي: شوف الوحش اللي هيطلع بكره. انا ضحكت بس قلبي دقق قوي. يعني هو هناك بيتعب جدا، بيصحى 4 الفجر بيجري بيتدرب تحت الشمس، ومع كده لسه بيفتكر يبعت لي. ده اللي بيخليني احس ان عايزه اكون موجوده هناك حتى لو من بعيد، بس انا خايفه قوي. يعني لو شافني وانا واقفه ابصله هعمل ايه؟ هضحك ولا اعيط ولا اجري اخبي؟ تخيلوا لو الضابط قال: مين البنات دول؟ هنقول ايه؟ جاي ندور على حبايبنا؟ حاضر يا فندم، البنات ال3 جايين يشجعوا الجيش المصري. وبعدين هنقف ورا السور ونسقف ونهتف: يا محمد يا ادهم يا احمد انتم ابطالنا. وبعد العرض لو سمحوا يقربوا هنقول لهم: انتوا اتبهدلتوا النهارده يا وحوش. يا بنتي اهدي، مش هنعمل فيلم. هروح نلبس حاجه نظيفه ومحترمه، شنطه صغيره فيها ميه وسندوتشات، ونستنى في المكان اللي الاهالي فيه. المهم نشوفهم ونطمن عليهم ونحس انهم عارفين اننا موجودين. دي اكتر حاجه بتفرق معاهم وسط التعب ده كله. طب خلاص هنروح، بس لو قلبي وقف ساعتها انتم اللي هتتحملوا المسؤولية. وكمان لازم نصور فيديو بعيد شوية عشان نرجع نشوفه تاني في البيت ونقول كان يومنا ده احلى يوم. وده بالظبط نيران العشق، نار جوه القلب وهي مش بتطفي، بتكبر كل ما نشوفهم اقوى واشيك. بكرة هتبقى مغامرة حلوة قوي يا بنات. هنصحى 4 الفجر نلبس ونطلع ونعيش اللحظة دي سوا. يلا ايد واحدة علشان ال3 يشوفوا حبايبهم ويحسوا انهم مش لوحدهم. وتاني يوم لبسوا وجهزوا نفسهم ونزلوا ركبوا العربية. كانت لينا اللي كانت بتسوق، ورا كان قاعد ريم وشهد. يا بنات انا حاسه اني لو شفت ادم دلوقتي هقع في حضنه قدام الضابط والكل واقول له: خلاص يا وحش، انا جيت انقذك من التعب ده كله. انت هتقعي في حضنه؟ ده انا لو شفت محمد اقف ابص له كده من بعيد وبعدين هم عليا واقع على الارض وهم هيجروا يشيلوني وانا هفوق واقول: لا لا انا كويسه بس قلبي وقف شويه. يا بنات انتوا بتكبروا الموضوع قوي، احنا رايحين نشجع مش رايحين نعمل مشهد من مسلسل تركي. امال لو ما كنتش دايبه يا اختي انت هتصيع علينا يا بت ولا ايه؟ ده انت بيغمى عليك اول ما بتشوفي ادريان. بس يخرب بيتك، بلاش فضايح بلاش فضايح تفضحينا الله يخليك، انا مش ناقصه. جرى ايه يا شهد الكلب؟ هو انت ليه محسساني يعني ان في حد غريب هنا؟ برضه يا بنتي افرضي ادريان اتصل بيا دلوقتي وسمع كلامكم يقول عليا ايه؟ هو مش عارف انك بتحبيه ولا ايه؟ انت هبله يا بنتي. اكيد طبعا ما يعرفش حاجه عن حبي ليه، ده دايما يقول لي انت زي اختي الصغيره. قال ايه عشان انا واخته صحاب؟ اه يا جزمه، انت رايحه تصاحبي حد غيرنا؟ انت ناويه تدخلي العهد ولا ايه؟ يا بنتي يا شهد، انت فعلا ناويه تكملي في حكايه اختي الصغيره دي لحد امتى؟ ده الولد بيبعتلك صوره الجزمه وهو لابسها ويقولك شوفي الوحش، وانت لسه مقتنعه انه شايفك اخت؟ ده واضح قوي انه بيختبرك يا بنتي. والله ما اعرف، يمكن فعلا شايفني كده. انا خايفه افتح الموضوع واحرجه او احرج نفسي يبقى لا يا شهد انت زي اختي وانا اموت من الاحراج. خلاص انا هفضل صاحبتكم واشجعه من بعيد، كفايه ان اشوفه اطمن عليه. لا يا حبيبتي مش هتفضلي كده، احنا النهارده هنعمل خطه نيران العشق المكشوفه. هنشجعهم وفي نفس الوقت هنخليهم يحسوا ان في بنات مش مجرد اهالي او صحاب، بنات بيحبوهم بجد. موافقين؟ ايوه ايوه. خطه، قولي يا ريم ايه هي؟ ايه دي يا بنتي بس شويه، هو انت شايفه دماغي ايه روبرت يعني؟ اول ما تقولي في الخطه تلاقيني اقولها لك على طول، ما تفكري شويه. اه صح صح، نسيت انك انسانه، معلش بقى يا رورو. بعد شويه وصلوا المكان ودخلوا المعسكر واستقبلهم الحارس. دخلوا كان في شاب واقف مستنيهم. الشاب ده يبقى فارس اخوهم الكبير. اه صح، لينا وشاهد وريم مش بس اصحاب،
ده هما اخوات من نفس الاب والام، بس هما فعلا اقرب 3 لبعض، وفارس يبقى اخوهم الكبير. جريوا عليه وحضنوه بفرحه. ريم جريت اول واحده وحضنته بقوه، وهي بتضحك وبتعيط في نفس الوقت. يا فارس، وحشتني قوي. انت ليه مش بتبعت صور كتير زي زمان؟ كنت مفكرك نسيتنا. لينا دخلت في الحضن بعدها مباشره، وهي بتشد على رقبته. احنا مش نسيناك، انت اللي نسيت. بس شكلك جامد قوي كده، الجيش خلاك اشطر من ايام الجامعه. وشهد برضه راحت وسلمت عليه بفرحه. فارس بيضحك وما بيبص للتلاته. يلا تعالوا ندخل، العرض هيبدأ بعد ساعة ونص تقريبا. انا هوديكم مكان حلو ورا المنصة الرئيسية، في كراسي تحت الخيمة، وهتقدروا تشوفوا كويس من غير ما حد يزعجكم. بس بلاش صوت عالي قوي في الاول عشان الضباط حساسين شوية. ركبوا معاه عربية جيب صغيرة، كان سايق جندي صغير. وفي الطريق المعسكر الداخلي بدأ فارس يحكي. تعرفوا ان ادهم ولي قائد مجموعة دلوقتي؟ الولد ده بقى وحش بجد، بيصحى قبل الكل، بيدرب نفسه لوحده وبعدين يصحي باقي الشباب. الضابط بيحبه قوي، بيقول عليه ده مش جندي، ده قائد من زمان. بجد؟ يعني هيبقى هو اللي بيتقدم الاول في العرض؟ ايوه. ومحمد كمان في نفس المجموعة، الاتنين دول بقوا زي الظل لبعض. وادريان كمان مع انه منعزل شوية واكتر الوقت لوحده، بس برضه هو مجتهد جدا. او مهم في نفس مجموعة ادريان، ده اللي بيخلي الكل يضحك حتى في وسط التعب. بيغني في الجري، بيعمل حركات كوميدية وهما بيعملوا تمارين. الضابط مرة قال له لو مش عاجبك الجري غني نشيد واحنا نجري وراك. فضل يغني لحد ما الكل انفجر من الضحك. محمد كده برضه؟ يعني لسه بيضحك حتى لو تعبان؟ محمد ده الساكت اللي بيضحك بعينه. لما بيبعت لي صور بيبقى فيها كلام قليل، بس صور بتحكي كل حاجة. انا شايفه بيحاول يبقى اقوى عشان في ناس مستنياه بره. شوية ووصلوا الخيمة. انا هسيبكم هنا شوية، لازم ارجع اجهز المجموعة، بس قبل ما امشي عايزة اقول لكم حاجة مهمة. بص للشهادة مباشرة وبعدين للكل. الولاد دول بيتعبوا جدا، واحيانا بيحسوا انهم لوحدهم. لما يشوفوا ان في حد جاي مخصوص عشان يشجعهم، ده بيفرق معاهم اكتر ما تتخيلوا. فلو عايزين تعملوا حاجة خلوهم يحسوا انكم فخورين بيهم. مش لازم كلام كتير، نظرة، ابتسامة، تصفيق، ده كفاية يخلي التعب يروح. لينا بهمسة يا شهد، اسمع الكلام ده إشارة. شهد بصت للأرض وخدودها احمرت تاني. وبعد نص ساعة تقريبا بدأ العرض. أول حاجة كان عرض عسكري للانضباط والمشي بالخطوة. الشباب طلعوا صفوف منتظمة، الكاكي لامع تحت الشمس، الجزم السودا بتلمع، والوجوه جدية بس فيها قوة. لينا وقفت أول لما شافت آدم في الصف الأول. ياه، ده هو! شوفوا الوقفة دي يا بنات، أنا هموت. ريم مسكت اتشهد بقوة. محمد هناك في النص، شايفاه بيبص ناحيتنا. فعلا محمد رفع عينه لحظة، شاف ريم مبتسمة ابتسامة خفيفة جدا اللي محدش غيرها ممكن تلاحظها. ريم حطت ايدها على قلبها. قلبي وقف. أدريان كان في الصف التاني. لما شاف شهد عمل حركة صغيرة جدا بإيده زي إشارة سلام من بعيد، وغمس بعينه. شهد غطت وشها بإيديها. يا لهوي، ده شافني! يا لهوي يا لهوي! بعد ما خلص العرض العسكري الصباحي وكل بدأ يتفرق، فارس رجع قرب من البنات وقال لهم. حلو قوي كده يا بنات، انتوا كده شفتوا العرض بتاع الشباب، وشفتوا نظام التدريب عندنا. دلوقتي معاكم نص ساعة تتعرفوا على المكان، واللي عايز يعمل حاجة يعملها عشان هنبدأ تدريب. قشطة؟ البنات هزوا راسهم بالموافقة على وشهم ابتسامة، وكل واحدة قربت من الشاب اللي هي بتحبه. ريم راحت وقربت من محمد بخجل. حمو حكشة حموكشة، عامل ايه يا باشا؟ ايه الأخبار؟ وحشتني يا قلبي، يا روح، يا قرة عيني، يا حبيبي، يا وحش، يا أسد، يا نمري، يا... انت من امتى بقيتي هبلة كده يا بنت يا ريم؟ ده انت كنت بتتكلمي عادي قوي في التليفون قبل اسبوع. ايوه، بس ده قبل ما نشوفك بالكاكي ده شكلك دلوقتي مش محمد اللي كنت بعرفه. ده محمد النسخة المعدلة عسكريا. ده محمد اللي لو دخل فيلم اكشن هيبقى البطل والشرير في نفس الوقت. طب وانت ايه؟ جايه لابسه الترنج الابيض ده زي ما تكوني داخله جيم، مش داخله معسكر. ده انت شكلك رايحه تتمرني في فتنس وورلد، مش تدريب عسكري. يا عم ده احسن لبس رياضي عندي. ايه، عايز نجيب الجلابيه واقول للظابط انا جاي اطبخ للجنود يا فندم؟ لا لا، ده كويس، بس انا خايف لما نشوفك بتجري تحت الشمس تتحولي الريم المقليه، هتطلعي زي البطاطس المحمره. يا محمد، انت بتتريق عليا ولا بتغازلني؟ ده انا جاي اشجعك وانت بتقولي بطاطس. اصل البطاطس المحمره دي احلى حاجه عندي، بس انا مش هقولها قدام الكل عشان ما يقولوش اني بفكر في الاكل وانا في التدريب. ريم ضحكت ضحكه عاليه، وبعدين حطت ايدها على خدودها عشان تخبي الاحمرار. يا لهوي، انت لسانك طويل قوي من ساعه ما دخلت الجيش. ده الظابط علمك التريقه ولا ايه؟ لا، ده ادم هو اللي بيدربني على فن الرد السريع. بيقولي لو بنت قالت لك وحشتني ولا انت اللي وحشتني اكتر من العيشه من غير ملح. اه يا ادهم الكلب، ده هو اللي بيخرب دماغك. انا كنت فاكراك ساكت هادي، طلعت بقيت محمد الردود السريعه. وعند لينا وادهم كانوا قاعدين على طوبه كبيره على جنب. ايه ده يا بت يا ليلو؟
بقيت موزة أول يومين دول يا بنت، ولا أنا مشفتكيش من زمان. بس يا أدم الزفت اتلم. والله لو الأخويا فارس يقفلك في الحبس اللي تحت الشمس ساعة زيادة. أنت لسه بتتريق وأنت لابس الكاكي ده، وشك زي الطماطم المحروقة من الشمس. أدم بيضحك ويحط إيده على قلبه. يا قلبي طماطم محروقة؟ ده أنا لو محروق يبقى محروق عشانك انتي. تخيل الشمس بتضرب عليا 6 ساعات وأنا بفكر يا رب لينا تيجي تشوفني وتقول لي يا وحش يا أدهم، وأنت جاي فعلا. ده أنا كده هطير من الفرحة وأعمل عرض جو فوق الخيمة. عرض جوي؟ انت لو طرت هتقع على راس الضابط وهيرميك في التدريب الاضافي شهر. وبعدين الكلام ده محروق عشانك؟ ده انت محروق عشان الجري والتمارين مش عشاني انا. اعترف بقى يا عم الرومانس المزيف. طب والله لو مش عشانك انا كنت طلبت نقل معسكر تاني من بدري، بس انا قلت للضابط يا فندم سيبك من النقل، انا عايزه افضل هنا عشان البنت اللي هتيجي تشوفني دي لو شافتني في معسكر تاني هتقول ده مين ده. انا عايزاه في نفس المكان عشان تفتكرني. يا كداب، انت قلت كده للضابط بجد؟ طب هو قالك ايه؟ قال لي يا ادم انت لو ركزت في التدريب زي ما بتركز في الحب هتبقى فريق اول بعد شهرين. وبعدين ضحك وقال لي بس خلي بالك لو شفت بنتي هنا هقولك انها جايه تشوف حد تاني. لا، الضابط قال كده؟ ده انا هروح اشتكيله دلوقتي، هقول له يا فندم ادم بيضحك عليا بيقول لي اني جايه اشوف حد تاني. ما تروحيش والله يرميني في التدريب الليلي لوحدي. خلاص انا اسف، انت اللي جايه تشوفيني انا بس. والله العظيم ما فيش ولا واحده تانية في دماغي غيرك. حتى لما بنغني نشيد في الجري انا بغني في دماغي يا لينا يا لينا، قلب ملكك يا لينا. يا عم انت بقيت شاعر كمان؟ طب وريني بقى غني النشيد بتاعك ده دلوقتي. ادم بيبدأ يغني لها يا لينا يا لينا وحشتيني يا لينا، في الجري والوقفة قلبي بيدق يا لينا، الضابط بيضرب والشمس بتحرق بس انا بفكر فيكي واقول يا سلام يا لينا. لينا بتنفجر ضحك لحد ما دموعها نزلت وبتضرب رجليها على الطوبة. كفاية كفاية تموتني ضحك. ده انت لو غنيت كده قدام المجموعة هيرموك في الحبس بتهمة افساد الروح المعنوية. طب وانت لو شفتيني بقع في التمرين هتعملي ايه؟ هتجري تشيليني ولا تصوري وتبعتي لاصحابك شوف الوحش وقع؟ انا هجري اشيلك واقول للظابط ده حبيبي يا فندم سيبه يرتاح شويه، وبعدين هحطك في حضني واقول لك خلاص يا وحش انا جيت انقذك من الجيش كله. يا نهار مش معدي، لو عملت كده الظابط هيعتقلك انت كمان بتهمة التحريض على الهروب من الخدمة العسكرية، وبعدين هيبقى حب، وبعدين هيبقى فيلم الحب في السكنة. طب لو انا عملت كل ده بجد هتعمل ايه؟ ادم بصلها بحب. هو محضنك قدام الكل واقول للظابط يا فندم مش بنت عادية، ده اللي بتخلينا اكمل اليوم ده كله. وبعدين اخد اجازة يومين واقول لك يلا نهرب نتمشى على الكورنيش وناكل ذرة وترمس وحمص الشام. اما بقى شاهد اللي قربت من ادريان وشها كان في الارض من الخجل، كان موديلها ظهره ومش واخد باله انها واقفه موجوده، حطت ايدها على كتفه وهي بتطبطب عليه براحه. لف وبصله وكان سعيد جدا لما شافها. شهوده عامله ايه يا سوسو؟ والله كنت مستنيكي، يا دوب خلصنا عرض وانا واقف هنا مستني انك تيجي. انا بخير، المهم تكون انت كويس. التدريب باين عليه صعب قوي عليك، خلي بالك على نفسك ده اهم حاجه. تعرفي انا كل يوم هنا بقول لنفسي لو شاهد شافتني كده هتقول ايه؟ هتخاف عليا ولا تضحك على شكلي وانا متعرق ومرهق كده؟ ولما شفتك النهارده في العرض حسيت ان التعب كله راح في ثانيه. شاهد بتبتسم بخجل وبتشد ايديها من ايده شويه بس مش بتسحبها تماما. انت مش شكلك متعب، انت شكلك قوي أوي ما كنت متخيله. الجزمه دي القاقي اللي واقفه كل حاجه فيها بتقول انك بتتحمل عشان حاجه اكبر منك. ده كلامك ده لو سمع الضابط هيقول يا أدريان انت مش جندي، انت شاعر متخفي في الجيش. بس بجد انا مش قوي زي ما انت شايفاني، انا بتعب وبتعب قوي احيانا، بس لما بفتكر ان في ناس برا مستنياني بيبقى عندي طاقة تانية. شهد بتبصله في عينه لأول مرة من غير ما تخفض نظرها بسرعة. وانا من الناس دول مستنياك كل يوم، مش بس عشان تكون اخويا او صاحبي، انا مستنياك عشان انت. وسكتت لحظة وقلبها بيدق بسرعة، خافت انها قالت حاجة زيادة. بس أدريان ما علقش على الكلام ده بطريقة تخليها تحس بالإحراج، هو بس بصلها بنظرة عميقة زي لو كان عارف اللي جواها من زمان. تعرف يا شهد، أنا دايما بقولك يا أختي الصغيرة عشان أحميكي من أي حاجة، عشان أخليك تحس إنك في أمان معايا، بس مش معنى كده إني مش شايفك غير كده. يعني إيه؟ بصراحة مش فاهمة قصدك. أدريان بيتنهد وبيبص بعيد ثواني زي لو بيجمع كلامه وبعدين يرجع يبصلها. يعني أنا بحب أشوفك تضحكي، بحب أسمع صوتك لما بتتريق عليا، بحب انك دايما موجودة حتى لو من بعيد. واحيانا لما بكون لوحدي في السرير بالليل وبفكر في اللي جاي بتيجي انت في بالي الاول، مش كأخت صغيرة، كإنسانة انا مش عايزة اخسرها ابدا. وانا خايفة قوي يا ادريان، خايفة لو قلت اللي جوايا يبقى كل حاجة تتغير ونخسر اللي بينا دلوقتي. ادريان بيبتسم ابتسامة رقيقة وبيمسك خوص الشعر طالع على وشها ويحطها ورا ودنها برفق. مش هنخسر حاجة، احنا مش اطفال دلوقتي. لو اللي جواكي زي اللي جوايا هنعرف نفهم بعض من غير ما نخسر حاجة، ولو مش زي بعض
هنفضل زي ما احنا، اقرب الناس لبعض. انا مش هسيبك ابدا شهد، مش هسيبك حتى لو قلت خلاص. انا شايفاك اخويا وبس. انت دايما كده بتخليني احس ان كل حاجه تبقى كويسه. عشان كده انا هنا، عشان اخليك تحس بالامان، وعشان لو يوم من الايام قررت تقولي اللي جواكي تلاقيني مستنيكي. مش ههاجر، مش هخاف، مش هقول لا. بعد كده فارس بينادي عليهم كلهم عشان يبداوا تمرين. الشباب وقفوا في صف والبنات في الصف التاني. واحد من الشباب بدأ يتكلم بسخريه، وده كان اسمه ابراهيم. والله انا ما انا عارف البنات دي اللي جايبهم عندنا الجيش. والله دي حاجه توجع القلب والعين والدماغ. كمان ما بيعرفوش يعملوا حاجه غير الاكل والطبيخ ويهببوا ايه هنا. البنات بصوا له بشر. ريم بغضب: جرايه بورصه على الحيطان يا فرغان يا صد الرد يا مصطفى هد. ما غرقش ياض ان انا بنت لا يا حبيبي. بقول لك ايه يابا، ده انا ممكن اجي اجيبك من شعرك والف بيك المعسكر كله، واخلي اللي مشتري يتفرج عليك. لمي نفسك كده معانا يا حيلتها. محمد وادم والبنات وادريان حتى فارس كانوا كاتمين ضحكتهم بالعافيه. بس يا ريم الزفت، بس اسكتي، هتجيب لنا الكلام ليه؟ سيبها يا ادهم، بصراحه يا ريم عندها حق. ما كانش ينفع خالص ابراهيم يقول اللي هو قاله ده، عشان هو مالوش الحق في كده اصلا. ابراهيم بص لمريم: ما تبقى الستات ما تعرفش غير الكلمتين دول والردح والشرشحه. ما اعرفش والله، انا مش هرد عليكي، مش هنزل مستواي لمستواكي. يعني راجل مش هنزل مستواي لمستوى ستات. ريم جريت عليه وكلهم كانوا بيحاولوا يوقفوها. راحت وجابته من شعره وفضلت تلف بيه في الارض. محمد جري بسرعه شده منها. ايه دي يا ريم، خلاص يا بنتي، انا خليت اسف خلاص. ما حصلش حاجه يعني، خلاص اهدي بقى. الاسلوب ده وايه الطريقه دي بجد؟ ده مش اسلوب بنت ابدا. انا غلطان اني بتكلم معاك وبمسحك بالراحه. صراحه يا ابراهيم انت اللي غلطت، المفروض تتاسف لها. ايوه انت اللي غلطان يا ابراهيم، ما كانش ينفع تقول كده ابدا. بعد اذنك اتاسف لزميلتك في التدريب. فارس بصله بحده. ابراهيم خاف من نظرته وتاسف لها فعلا، وهي فضلت تغث فيه وتطلع له لسانها، وكلهم كانوا كاتمين ضحكتهم بالعافيه. محمد خبطها في راسها بخفه وهو بيضحك: خلاص بقى يا مصيبه، يلا ابدا تدريب عشان اليوم لسه طويل قوي. وبدأوا فعلا تمرينات، والبنات كانوا مرهقين جدا. وبعد ما اليوم ما خلص كانوا قاعدين كلهم قدام الخيمة بيعملوا شاي. فارس بص للبنات وقال: معلش بقى يا بنات، عارف ان انا ارهقتكم جامد في التمارين النهارده، بس عشان لازم تتدربوا على كل حاجه وتتدربوا بشكل صح وطبيعي. وطبعا في وقت الفراغ معكم الشباب هيدربوكوا برضه زياده. لا بس والله يا فارس القعده هنا حلوه قوي بجد، ما كنتش متوقعه ان هي هتكون جميله قوي كده. انت عارف برغم ان التمرينات صعبه وكده، بس والله كفايه لمتنا مع بعض. ايه ده من امتى يا بنتي يا لينا بقيتي حكيمه قوي كده في كلامك؟ طب يا بنات، بما انكم خلاص بقيتوا جنود شرفيين النهارده وشفتوا التعب بجد، احنا هنعمل حاجه جديده في الجيش المصري: تدريب اللياقه العاطفيه. يعني ايه؟ يعني الشباب هيدربوكم وانتوا هتدربوهم، بس في حاجه واحده: ممنوع التريقه على بعض، وممنوع الضحك، وممنوع الكلام الغريب اللي يا وحش ويا قلبي قدام الضباط. اتفاق؟ اتفاق يا عم. ده احنا لو اتفقنا على كده هموت من الكتمه. انا لو شفت ادم بيجري تاني هقول يا طماطم محروقه 2 ومش هقدر امسك نفسي. والله لو قلت كده تاني هقوم اجري 10 لفات زياده واقول للظباط دي عقوبه ذاتيه عشان بنت قالت عليا يا طماطم. خلاص يا جماعه، هنعمل قواعد جديده: ممنوع حد يقول وحشتيني الا بعد الساعه 6 المغرب. لو حد قال يا قلبي في التدريب يعمل عشان ضغط رجلين فورا. لو حد غمز او عمل اشاره حب من بعيد يترمي في بركه المايه اللي جنب الخيمه. يعني لو دلوقتي غمزتلك كده هترميني في البركه؟ وبيغمز بعين واحدة بسرعة. ريم بتجري عليه وبتشده من ودنه: أيوة يا محمد، اللي معدل عسكريا، هترميك وأقول للظابط ده كان بيحاول يهرب عاطفيا يا فندم. يا بنات بلاش. أدريان لسه ما قالش حاجة، خلوه يرتاح شوية. أدريان بيبص لشهد بهدوء وبعدين بيبتسم ابتسامة شيطانية: لا أنا مرتاح قوي، بس لو عايزين نطبق القواعد دلوقتي يا ريت. وبيقرب من شهد خطوتين وبصوت واطي جدا بس الكل بيسمعه: شهودة، انت النهارده زي القمر، بس القمر اللي في الجيش، يعني مضيء ومحروق في نفس الوقت. يا أدريان، ده انت كنت بتقول ايه ده؟ دي مخالفة من الدرجة الأولى، ارموه في البركة حالا. لينا بتقوم تجري وبتشد أدريان: يلا يا وحش، البركة في انتظارك. آدم بيجري وراهم وهو بيضحك: لا سيبوه، ده أول مرة طلع جملة رومانسية من غير ما يقول يا أختي الصغيرة، ده إنجاز عسكري. فارس بصوت عالي: أنا آسف يا رب، أنا اللي جبتهم هنا، أنا السبب. ريم بتشد فارس كمان: انت قلت تدريب اللياقة العاطفية، يعني انت موافق على الغمز والكلام ده كله؟ يلا انت اللي هتدخل البركة الأول. الكل بيجري ورا بعضه في دوائر حوالين الخيمة. كان قاعد بعيد عنهم شوية بيتفرج عليهم وساكت من ساعة اللي حصل الصبح. والله أنا كنت فاكر إن الجيش صعب، طلع الحب أصعب. أنا هرجع أتأسف تاني وأقعد في الحبس أحسن. محمد لمحه وهو بيجري وقلب ضحك: تعالى يا إبراهيم، البركة فيها مكان لكلنا النهاردة. فجأة بيطلع الظابط من بعيد واقف على التلة وبيبص للمشهد ده كله: بنات وشباب بيجروا وبيضحكوا وبيرموا بعض في المية اللي في البركة الصغيرة.
الضابط بصوت عالي: ايه اللي بيحصل هنا؟ ده معسكر ولا لعب عيال؟ الكل اتجمد مكانه. خلاص اتفضحنا، الضابط هيرمينا كلنا في الحبس الجماعي. لو سأل نقول ان ده تدريب مكافحة الحرائق العاطفية. لا، نقول تدريب الإنقاذ العاطفي، واحنا بننقذ بعض من الملل. الضابط قرب منهم ببطء وفجأة انفجر من الضحك. كويس كويس يا ولاد، عشان تعرفوا تسلوا نفسكم في وقت الفراغ، روحكم حلوة، خلونا انضم ليكم. الشباب والبنات بصوا لبعض وفتشوا على روحهم من الضحك. وتاني يوم بعد نهاية التدريب، البنات والشباب كل اتنين كانوا واقفين مع بعض كالعادة. بقولك ايه يا حمو، تعرف اني بحبك حب ما بعده حب، وبموت فيك موت ما بعده موت. والله يا ريمو انا بحبك اكتر. وعلى فكرة انا والشباب اتفقنا هروح نطلب ايديكم انتوا والبنات بعد نهاية سنة الجيش. بجد يا حمودي؟ والله يا ابني انت قلبي وكبدتي وكليتي وفشتي، حبيبي حبيبي. وعند لينا وادهم: لولي يا لولي يا حته سكره، لولي يا لولي يا شمعه منوره، بحبك يا مسكر يا حلوه يا مز انت. طب ما انا كمان بحبك يا باشا، ده انت الطب وعندك نقول ستوب. حبيبتي يا ليلو، تعالي نتمشى مع بعض شويه. اما عن شهد وادريان، كانوا واقفين وبصوا لبعض بعمق. شهد بصت في عيونه وقالت بحب: يمكن دي المره الاولى اللي هقولها لك فيها، بس عايزه اقول لك انت اغلى حد عندي. ادريان، انا بحبك، انت حب طفولتي من وقت ما كنا صغيرين، وانا بحبك قوي فوق ما تتصور. شدها وحضنها في دموع في عيونه. وانا كمان بحبك قوي اكتر مما كنت متخيل بجد. عمري ما شفتك اخت ليا، دايما كنت شايفك حبيبتي وكل حاجه في حياتي. تتجوزيني؟ شهد بدموع: موافقه طبعا يا قلبي. وعاشوا كلهم مع بعض في سعاده ابديه. وبكده تكون خلصت حكايتنا، واستنوني في حكايه جديده. وما تنسوش اللايك للقصه والاشتراك في القناه وتفعيل زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل قصه جديده بنزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.